الأشياء علمت السابق علمت السابق ذنب التراب أشكال وأشكال الثقافة وشاد لسان الحال ومأتوا بضابط يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة تسمعون بجناح بس تسلى على رواح تسمعون بجناح بس تسلى على رواح وحية على الفلاح والناس اللي تتجاب عن ضايج بصباح من صدق ما خاف عن ضايج بصباح من صدق ما خاف من صدق ما خاف يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة الأولى والشبان تلحق المسيدنا تلحق المسيدنا منهم ساءت لنا قرية لا تتخاف وهي خاطئة كان فرقدمونا كذا يا مهرجان قرون الثقافة 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 كانوا مزيان لكن ما بين أشياء علمت السابق علمت السابق ذنب التراب أشكال وأشكال الثقافة وشاد لسان الحال ومنعته بالضبط يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة يا مهرجان قرون الثقافة تسمعون بجناح بس تسلى على رواح تسمعون بجناح بس تسلى على رواح وحية على الفلاح والناس الكشاف عن ضاجع بصباح من صدق ما خاف عن ضاجع بصباح من صدق ما خاف من صدق ما خاف يا مهرجان قرون الثقافة 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 كانوا مزيان يفرقوا القلوب بس لكن ما بين الشيء
تسافر علمونا تسافر ودم التراث اشكال واشكال الثقافة وشاد لسان الحال والنعت بالضبط يا مهرجان قرور الثقافة يا مهرجان قرور الثقافة يا مهرجان قرور الثقافة تسمعون بجناح بس تسلى على رواح تسمعون بجناح بس تسلى على رواح وحينا على الفلاح والناس تتشاب عن الضاجع في صباح من صدق المخاف عن الضاجع في صباح من صدق المخاف من صدق المخاف يا مهرجان قرور الثقافة يا مهرجان قرور الثقافة يا مهرجان قرور الثقافة والشبان تلحق نسيت اليوم تلحق نسيت اليوم منهم ساءت لنا قرية ما تتخاف. إذا نجدد الترحيب بكم نعيدها ونكررها مرحبا مرحبتي هذه ومرحبتي الخوة ومرحبتي بالله الذي لا إله إلا هو. يا مرحبا بكم وأوان طلعتكم يا عارفين من أين تؤكل الكتف وإن مرحب قيلت لكم ولغيركم تقال فماذا الأمر مؤتلف فمرحب قولها باللفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. نواصل فقرات الأمسية السهرة الثانية من ضمن النسخة الثانية من مهرجان قرور للثقافة والتراث. والآن حان دور ورقة تعريفية عن العالم الكبير المتبحر في مختلف الفنون العلامة محمد يحيى وللشيخ الحسين تقرأها على مسامعكم نور. ريم. مختصرة عن العلامة الجليل محمد يحيى بن الشيخ الحسين يحيى علما. مولده ونسبه: هو العلامة الجليل التقي الورع محمد يحيى بن الشيخ الحسين بن آد الرمضاني الجكني المعروف بلقبه الشائع يحيى. ولد رحمه الله في منطقة أفطوط عند وادي مرد سنة 1288 للهجرة الموافق 1920 ميلادي. لأبيه الشيخ الحسين ولأمه آمنة بنت خطار للطالب علي. نشأته العلمية: نشأ محمد يحيى على يد والده الشيخ الحسين الذي اهتم بتربيته وتعليمه وأحاطه منذ اللحظة الأولى بعناية فائقة مما يدل على أن الفراسة الأولى تدل على أن محمد يحيى سيكون له شأن في أسرته وبين أقرانه. ولذلك باشر الشيخ الحسين تعليمه القرآن الكريم بنفسه، وقد أرسله في بعض الأحيان إلى أحد تلامذته مثل الأمين للطالب محمد أو محمد المختار بن السالم، إلا أنه فكر محمد في الخروج إلى المحاضر القصوى ليتعلم فيها القرآن وعلومه. قرر أن يذهب إلى محمد المختار بن السالم القاطن بأرض الرقيبة التابعة لمدينة كيفا، ومن أجل أن يؤمن خروجه من بين أبوين لا يصبران على غيابه لحظة، فقد اقتنع كل منهما بأن الآخر عزم على رحيله إلى معلمه فلان. وهكذا نجحت حيل الولد المفكر، فاستقبله معلمه بحفاوة بالغة وباشر معه مسؤوليته باعتباره ولد الشيخ. باعتباره ولد الشيخ
حازم أرسله إليه، وقرة عين أم حنون آذرت غربته ليتعلم على يده وعليه. فهم الشيخ محمد المختار بن السالم أن واجبه أن يكون لذلك الولد الصغير صديقا مؤنسا ومعلما ومؤدبا ومربيا حكيما، وكان يقول: ما أرسلك أبوك إلا ليعلمك طباع الرجال وأدربك على مختلف أعمالهم. وهكذا تلقى ممارسة محمد المختار السالم مع اختيار محمد يحيى، فكانت هذه المرحلة من حياة محمد يحيى رمزا على مستقبل حياة العلم والرجولة. وظائفه: في سنة 1979 جاء إلى نواكشوط لمعالجة ابنته، وصادف ذلك افتتاح المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. وكانت وزارة العدل والتوجيه الإسلامي تبحث عن أساتذة من العيار الثقيل، لأنها أرادته صرحا نوعيا يخرج القضاة والأساتذة الأكفاء. فعلم الأمين العام للوزارة أحمد والعبد الله بوجود الشيخ يحيى فوجدها فرصة ذهبية لرفض المعهد العالي بطاقة من حجمه، فزاره مع مدير المعهد الأستاذ سلمى سيد المصطفى حفظه الله وبعض الوجهاء، وبعد جهد جهيد وأخذ ورد أقنعوه بضرورة التدريس، فاستقر بنواكشوط. بدأ رحلة العطاء وابتكر طريقة تربوية تسير في ظلال المتون وتأتي بزبدة الفنون. كان يعطي لكل قسم ما يناسبه، ولم يكن يحضر الدروس ولا يفتح كتابا، وإنما يبدأ الدرس بعبارته المعهودة بعبارته المعهودة: بسم الله، فيتقاطر العلم سلسلا من سلسل. وكان يحفظ بالضبط أين انتهى في درسه السابق في كل قسم وفصل دون أي خلل ولو طال الزمان. ولد وغيره آثاره العلمية: خلف رحمه الله الكثير من المحاضرات والفتاوى، جمعها تلميذه القاضي يسلم الديدي، كما خلف علما غزيرا بثه في قلوب الرجال لن ينقطع عمله منه إن شاء الله. كتب عنه محمد المصطفى ولا الندى رحمة الله عليه، وكتب عنه القاضي محمد يحيى ولا المختار الحسن، وكتب محمد يحيى ولا الشيخ الحسين، ودفن في المعشوق بعد عمر حافل بالعطاء رحمه الله. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. فهذه ديار العلم كانت ولم تزل تدارى به من بعد طي إلى نشر. فيا قرو أنت البحر والخلق وارد عليك فجد بالعذب في منهل وفري. إذا تتواصل فقرات السهرة الثانية من ضمن النسخة الثانية من مهرجان قرو للثقافة والتراث. هناك مفاجآت مختلفة على من المدرج هنا على هذه الورقة: علي الحمزة، نيفالة، وفرقة سيدي محمد خويسر همو. إذا الآن مع فاصل أدبي ووقفة مع الشعر الفصيح ندعو إلى المنصة الشاعر محمد ولد سالم الفاضل. محمد ولد سالم الفاضل. محمد ولد سالم الفاضل إن كان موجودا. نذكر بأن بقية الفيلم الذي كنا نشاهده معا بالأمس حري بأن تنتظر. هناك مشاهد عجيبة من خلالها ستتعرفون على ما من الله به سبحانه وتعالى على مقاطعة قوم مناظر خلابة ومشاهد عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وصلى الله على نبيه الكريم. قصيدة تقول: أتى دون سلمى ما يعوق من البعد، وسطت بها دار فما فعلت بعدي.
اتركته. أتى دون سلمى ما يعوق من البعد، وسطت بها دار فما فعلت بعدي، أقامت على ما أرتجي وأوده، على بينها أم عندها غير ما عندي، فإن تك قد حالت فعندي عهدها، كما كان محفوظا على الهجر والصد. بدت لي غداة البين بين نواعم، خدلجة حسناء مائسة الغد، تودع جارات لها وقرائبا، وتذرف دمع العين سكبا على الخد. شكت لي وأبدت حزنها ثم ودعت، فأشفقت من وجدي وأيقنت بالبعد. شكت لي وأبدت حزنها ثم ودعت، فأشفقت من وجدي وأيقنت بالبعد. خبرت من الآلام ما كنت جاهلا، وعاينت ما يحكون من ألم وجدي. فلو أنني أشكو شكوت لها الجوى، وباديتها أضعاف ما تبدي، ولكنني شكيمتي على نائبات الدهر كالحجر الصلد. فلو أنني أشكو شكوت لها الجوى، وباديتها أضعاف ما تبدي، ولكنني جلد الفؤاد شكيمتي على نائبات الدهر كالحجر الصلد. سليل كرام أهل عز ورفعة، سعاة إلى كسب المفاخر والحمد. بقرو لهم شغب يقصر دونه، ذوي النسب المرموق والحسب التلد. بعده جنة الخلد. أدام قر المولى ومتع أهله بعيش رضيد، بعده جنة الخلد. به عز آل البيت آل محمد، عليه من المولى صلاة بلا حد. أين أختم بقاب للأديب أحمد واليحيى والباب المعروف. بادن حق بزين السماء، قروا والفضل بادن بالعلم. بادن حق بزين السماء، قروا والفضل بالعلم، بادن بالسراع وجابي ثقف بادن. السلام. شكرا أيها الأديب. لا شك أن هذا الشهر المبارك، شهر المولود، شهر الرحمات، شهر يتحتم علينا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نستذكر مدحه ونستكثر منه. حب طه يستطاب، حبذا ذاك الجناب، وهو ذخر للبرايا، وهو للخيرات باب، وهو أمن وأمان وطعام وشراب، وهو در وهو كنز، وهو لب ولباب. إن أرضا ليس فيها حب طه ليباب، وقلوبا ليس فيها حب طه لخراب. فليكن في كل قلب من هوى طه نصاب، عليه الصلاة والسلام. والآن مع الفرقة اللامعة سيدي محمد الملقب خويسرهم، فليتفضل مشكورا. زين يستاهلوا هم إذا ها؟ لحقوني يا خوتي لحقوني، ويسر همك راسو جنوني. لحقوني يا خوتي لحقوني، ويسر همك راسو جنوني. ويسر همك ذنبي هو ما لا يجيني يسوامرك قبل حد يكون انا الو ويسر همك ذنبي ده خبطت بقرامات خير عمرك كل خير خير والسلامة. وي
Je suis avec la vie là pour Saga. لا يقول هذا يقول مفتي. الله. هي معاك مالك. وي. Je suis là. طيرك هذاك الزبال. Ça va dire quoi? Ça va dire كسر عمرك. ويا فيك انت يمكن 10 مليون موجوده. 10 مليون ما عندك 100 قاعد. يا قاعد. ايه انت ما عندك 100. ويا معاك. معنا في يدها والله. اوكي ان شاء الله. انت يا اخي ايوه خوي سلام. قعدت يا اخي عذبت خوي سلام. يا اخي عذبت. عددني يا اخي. انا تكلم مع الراجل. انا مالي لقيتك عندي الروايات اللي تعدل. وانا اصلا جالس. وش اعرف اللي يتعدل الناس. انا جايب من صغير قاعد لي وقت شوف اسمعني اقول لك الراجل اشت الناس قناعتها كامله اشتاق قولي تنظر ما بقى فيها مواد وانت شوف لقيتها من روايه يجي من كبيره قالت انك طلعت لي 100 قيس امريكا وطاحت الطياره في مالي قلت ما يمنع منك كبير اللي قطت الجامعة تحية هون بطلوا. ذيك الناس قالت لي تكردك انا ليه ضحككم منهم هذه كان ما عندي. فهمت؟ رواية. وخال ذاك الراجل لكن معلم لكن يباع بقرات وباع دياره معلم يا شيخ. اللي باع ترى بقرات هون زوايد عنده هون في كيلو ايوه. باع معاهم الديار عنده ايوه. وقيم قايس سامري ايوه. وقباطه بشروعات دخل محمد وخرج محمد والنصارى ما يفهمون زي الاخلاق والحياه مش واحد سلامي. ايش نعرف ما تبي قبل تلقى هنا يعرض يظل لا يرصف. وقالوا له حلم عليه وجل واحد قال انت ما جنيت لا يتوكل. والله وقالوا له وعاد لا دخل محمد وخرج محمد وسوى عنده خلاص وعلاه الطبشور ايوه الحاج مسين اخلاق. وجد. بقراتك بعد الترحاب ديروا ما عندك. والله وعاد قاعد ورجع المرتاح قاربته جالس اخبار ذاك الراجل دعمه لكن اللي عنده عكاز يعني تعرفوا راشد اعمالك اللي تمدى تبوس منين امريكا منين امريكا. ايه اعمالك. دعمه تمين باع حديثه عنده وقاس امريكا بقرات وباع. بقرات من الحديث هذا كامل وباع ديك عندهم خضراء اسمع اللي باعها ديك عشان امريكا ولا صفيره وعاد ترى بتبوس بصير يلون وعور بين نصرانيه عور نصرانيه عاد خالد ترامب مباشره خالته ترامب ولا بايدن؟ ترامب هو مرض عورته ترامب ونحبس لا كراس اصفر. ايه تعرفوا والله اذا نعرف بايدن انا ترامب جاري معايا هنا دياب هذه اللي يسمي هون الجزيره. بايدن صاحبي كل نهار هو اللي جاري معايا غير ترامب ما يعرفش. ترامب على جنب ذيك الساعه ما نجح الولد جيت وانا وبايدن وتخطينا. تعرف الانجليزيه والله اذا نعرف انجليزيه شوف اسمعني شوف يعطيك بلاد الوقت في زاد الله انا بس اسمع امتحانات الاخبار وعور النصراني يقول اكثر ونحبس الباع عورها نحبس غير خليك لي ما عندنا انا ما ندوره وصاحب مشوي اللي كان في كيلو ايوه كان عنده ابارتمان باعهم اللي في امريكا ايوه كيف جاء امريكا قال في المربط ايوه ما بسيط مغرب في امريكا امريكا يمسك مغرب المتيار ايه لكن المتيار كاتيه هو ينور واعر هو قوي ايوه فهمت وكان قاس المربط ايوه وجا يمرس خنزير ساكن عشاء ايوه قصروا ومات توفي يقول لك ما حصل عليه شيء وكان ساكن شاك تمرس فصار يشوي دار خنازير يموت وتوفي مين يمرسها قصرت وجاب الفكره والساحات ذاك اللي ظل لا يكحز ويقول لي انا امريكا بداني بس. ذاك يقول له خير ذاك مشى ايوه ذاك مشى يقول له خير ما هو وحده شنو ذاك الشيبان ذاك اللي عنده 105 سنوات الشيباني اللي طبعا عمره متوفى قاعد 150 سنه يا اخويا عنده رقاش ما رياض تعود حليف صالحين يتم حالي قبلها. هو وصل قال ليس هو قال ليس امريكا يكون مستقبله ليش؟ عشان عندهم مستقبل الين حق مباشره المكسيك عشان يمونا هو عنده 105 خاصه الناس الواحده اللي صارت يجي متوفي مباشره ما ادري خاصه شيء وخالد قصه امام سيدهم ماني بعد كان اسمي حتى ايه الإيمان ذاك اللي تم لا يكبر ساق الوقت. ذاك صلاته وحنونه ذاك الناس من لا يرقد ويقول الله ذاك المجمع قاعد يعلم في الواقع ذاك المجمع لا مسجل براسه ايه الحمد لله وهو لا من يد الله والحمد لله ختمنا يعني في الروايه ذاك جماعه التبرعات وقاس امريكا مازال في الطريق التبرعات كان يقول لي نجمعهم من نفسي عايد مروا بين شر قالوا فيهم يقول خير ومازال في الطريق كردوا يقول خير بنطيات ونيكاراغوا وعدوا الامام
وعاد يكبر ما يجي احد. هم بس ما يعرفوها. اللي يصير يسطوني بالطول واللي يصير يسقسق رموني بالطول تخويه. وعدنا الرجال تصلي بعد مع المسلمين ولا عندك مشكله. حق بعض. لو انت قدام شنو النصارى اذا صليت تطول يدوروا يقتلوك. وهذا حق اذا صليت مقصر لا يقولون لا خاص. وانا قاعد مشكلتها قاعد انا سيدي عاد قال افضل شهور دخل محمد وخرج محمد. اسمع سيدي ما كان هنا تجاه ما يطلع كاع ولا شيء وكان اجبار خلاص ولا عنده. والله قصص ان شاء الله. تلاميذ ولا الدار باقي. موريتانيا بقيت فينا انا وانت. والله هذا عندنا متوافقين عن اننا ماشي. احنا ماشيين راجعين. لك يسرون. انا لا نقول لك. الدهر لا تركيني. لا يقول لك روايه. اسمع الدهر لا اهم روايه اقتل لك. انا مشيت صورتك للسفاره ولا شاف وجهك قالوا الراجل قاعد ما يقدر يخش جاك قضيه بوجهك. اذا عدت لهم وجهك سووا لي قاعد يروح قلت لهم انا الله ولا شاف مناصر. ما هو واضح؟ مالك زين حتى كبرت معك مو زين. هي وقالوا عنك تلاقي قاعد قسامك بي حاله من الاحوال. غير قلت ما عندك انت متخذ على شاشر ياك سكتوا. قال لي والله ما عندك مشكله. وافقوا على ذلك. الاتحاد هناك توافق مع اني ماشي. لا يقول لك اخوي يسرهم روايه. شنو؟ ينفخ حتى. لكن ما حد يخش في خنفوس. لا يقول روايه. لا يقول هذا كتب ولا يقول هذا كنتم يهكروا. ايوه. خالك روايه قال الهجره ما عين حد فيها. لا يتكركر. والله يخطوا نصراني. والله يتوفى فرد ما يرجع. ولا يشفر كاع حد يدفنه. ولا يتكركر الى يمشي. خير فيه الصيد حد عنده بقره. والنص معانا من الزاكي. حد عنده بقره يعدلها ياسر من البقع. وحد عنده حديثه. حد بديكتو يعدلها ياسر من الديوب. هي معاه البيض. وحتى والخرص بيضها والخرص انت تفقس. اي لا زين. تم مراقبه كامل يمين. ايوه. وإذا عاد عنده حديثه يوحد فيها. وإذا عاد عنده دار طاح من هالشيء يعدلوا يبني ولا هنا فيها. والنص معانا هنا زاكي. وهنا إذا عاد ما هو مبارك ما يلعب. لا يلعب. قايل لكم انا انتم يديروا كامل. اي وطن اصلا جوا خليكم وما ينقض احسن حتى. ولا ينقض احسن. بهذا المشهد الساخر المضحك نستحضر معا شهيد الغربة الفتى القروي سالم الإبراهيم حيث يقول لعمرك ما مقامي يوم أرضو نسيل الكونغو والبلد الحرامي غريبا لا أرى إلا غريبا سوى أبياتي والبلد الحرامي أما واليعملات من المطايا ومكنون المحاسن من حلامي لمن ريب الزمان ومعتداه مقامي في دكان بلا مقامي كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. نواصل فقرات الأمسية الثانية ضمن النسخة الثانية من مهرجان قالوا للثقافة والتراث. الآن مداخلة. الآن نبدأ تعريفية عن الشاعر سادات الحين. ورقة تعريفية عن الشاعر سادات الحين رحمة الله عليه يقدمها الأستاذ محمد أمين والحسين. يقدمها الأستاذ محمد أمين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة مختصرة عن العلامة السادات الحين. اسمه السادات محمد ورقة
عن مقاطعة قلب والتي يقول فيها السداد: ومن ذلك رواية المعز: كان الأقرب إلى شيخه وقال له السداد: أطلس رسلا من الغنم، ففعل، لكنه لم يدع عبارة الشيخ تمر دون أن توظيفها في سياق اهتماماته. يقول: فقلت في نفسي: سبحان الله، ما أسهل النحو. يا حرف نداء، والسداد منادى، واطلس فعل أمر، ورسلا مفعول به، وهكذا كل كلام. وبعد تولي الطلاب عليه الدراسة بدت حاجتهم لشرح أبيد، فلبى شرحه ثم أضاف للمنظومة توشيحا، وقد حقق الكتابان: الشرح والتوشيح من بعض طلابه. الأول الشرح من تلميذه وابن أخته صداه محمد بن المدري، رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. والثاني الأحمرار من تلميذه الحبيب سيدي محمد بن أحمد السيدي عليه رحمة الله، سماه إتحاف المبتدئين، شرح مرار السادات والحين. مواقفه وآراؤه: عاش الشيخ السادات في بيئة تمر بالخلاف في عديد القضايا، ورغم تخصصه واشتهاره بالنحو تدريسا وتأليفا، فلم يمنعه ذلك من التأليف في عديد القضايا التي استعار الخلاف فيها بين الأقران، فقهيا وكلاميا وصوفيا، ومنها ما يخص المقرأ، هل يكون بالهمزة المحققة أو بين البين أو الهاء الخالصة. وكان شديد النكير على المتصوفة بمختلف مدارسها، وعلى مدرسة التفويض بدل التأويل، كما عند السعادة الأشاعرة وغير ذلك. كان رحمه الله جميل الخط حد الدهشة، فصيحا لا يلحن ويكره اللحن، وربما دمر اللاحن ليعطيك سيمان، أو سحب الكتاب منه، أو بتأنيبه، أو تأخير حصته من الدرس، أو تكليفه بملء القربة بمفرده. وكان الكتاب جليسه وأنيسه ورفيقه، يجد فيه الأنس والمتعة وتصرفه بلوته، وربما أدركه نفس الغير حتى ينبه أو يشتغل فوق أو استاق. ويلي الكتاب في الزلفى الراديو القريب منه غالبا في وقت نشرة الأخبار، إذاعة BBC خصوصا، ووقتها المضيق كما يعبر السادة الأصوليون: الساعة الواحدة لا يزاحمها غيرها مهما كانت منزلته. مقاومته للمستعمر: لأنه عاصر المستعمر في عز عنفوانه وبطشه، فقد كان جلاؤه أحد أهم اهتماماته، وعبر عن ذلك في شأنه ولقاءاته بقوله مخاطبا مواطنيه: تنبه أيها الشعب النوام، كفاك النوم وقد كان نام، تنبه أيها الشعب انتباها، فإنك بانتباهك لا تلام. إلى أن يقول ضاربا مثلا ومقدما نماذج من شعوب ضاعت خطر فاستقلت، فهذه مصر نهضتها تحامت، فردت ما كانت به تسام، وهي تونس شرفت وسادت، وصار بها لما بك قوام. وهذا الشيخ طورا في غناه، تنبه فاستطاب له المقام، وقد بلغ من فرط حنقه على المستعمر لأنه تعلق بلقاء كل منافذ والقادر، حتى لقي الزعيم أحمد بن حرة وبثه سجونه فرد عليه، والحرم مؤجبا: لو وجدت 3 أو 4 رجال يحملون فكرك لما بات علينا نيل الاستعمار ساعة واحدة. شأنه: ومن أمثلة شأنه ما يقول في الرد على من يطلبون ترك قرض الشأن. يقول النبي جلا: دع الشأن، إنما مردد إلى أشعاري في فتنة أو ما، فقلت لهم خلوا الملامة، إنما ترددي بالأشعار يورثني علما، ويمنحني إذا التكبر راحة، وعند ورود الجهل يورثني حلما. ومن شأن المطالبة بتفسير اللغة العربية في التعليم والتخلي عن لغة المستعمر لسان الضاد حي على ذي الرحيل، فقلت له: رويدك يا خليلي، أتهجر بلدة رباك فيها كفيل عن كفيل عن كفيلي. فقال لي المقام هنا: ماذا؟ ودمع العين منه كالجديد، ومن رقيق شأنه: لا أختشي من سيوف الهند مسرة، ولا رماحا بأيدي الضارب عنقي، لكنني ربما أخفى على نفس من الرماح ترمى من الحدق، يرمي بها رشاء أحوام قبله في خده حمرة كحمرة الشرق، رحمة الله عليه
تغمده الله تعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. نعيد ونكرر ونذكر بالمحتوى البصري الرائع اللي توقفنا بالامس عند منتصفه. نستهدف ان شاء الله تعالى بقيته بعد لحظات ان شاء الله. اذا مداخله بالشعر اللهجي الشعر الحساني مع المغني الاديب الزين ولاده. ليتفضل المنصه. مديحي اعتقد صح؟ السلام عليكم. أنا لست أديبا لابد. واحد من جاوب سؤال غير يقطع زمته لأني ما يخلق شيء من الندوات ما إسراف فيهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شهر المولد. يقول مرة سدي فقر يظلم معانا ونتم لا نتنسل فيه هي عن شدي يجيهم ولانا وانا يجيهم بيه. يقول صلى الله على الرسول خاتم الأنبياء. الرسول ما هو مجهول مزاق الكفر المعصية اللي جاب تمام بالفرقان فيه الدين والإحسان وصلة الأرحام بيقين وإيمان وشريعة ذكية وخلال أصنام المشركين الأوثان اللي كانت طليعة بالشرك والأخدان بتصدية. وصلى الله على الرسول افعد الزول والرمول ومحصول كامل اللودية. مدح قصدي به ما هو تزاح القول مداح بيه نفتاح المدح بيه دار به النجاح المصقول والفلاح المأمول في الدنيا والأخروية. صلى الله على الرسول خاتم الأنبياء. تتواصل فقرات هذه الأمسية الثانية ضمن النسخة الثانية من مهرجان قيرو الثقافة والتراث. الآن مع ورقة تعريفية عن العالم أحمد فاروق أحمدنا. شيخ ما حضرت من يقرأ؟ جاهز ها؟ إذن قبل ذلك نستدعي الأديب شاعر أحمد واليحيى والبابا. أحمد واليحيى والبابا ريثما بعد دقائق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. طلع مشيها لحد من ابناء المدينه البرره من انقولها نحكيها له وهو الاديب احمد واليحيى والبابي. ولا غلبت بعد ذيك الاديب الكبير بيجي والد يحيى والبابي. هذا مو اللي قال في الاولى يسبقوا كذا بادن حق بزين السمع قالوا والفضل وبادن بالعلم وبادن بالشرع والثابت قد بادن. طلعت تقول من هون مسلم عليكم ضبال كبار وصغار بكمال وعال عليكم السلام من دون ترطال وياك قد في ذات طويل إن قال لي الله هري قالوا نطلع كاو من أقوالي. من هون مسلم عليكم ضبال كبار وصغار بكمال وعال عليكم السلام من دون ترطال وياك قد في ذات طويل إن قال لي الله هري قالوا نطلع كاو من أقوالي. استد الأخبار في كل مجال وجماعة هدي بالفول الليل جهال ما به يخيل خيال. ست أخبار في كل مجال وجماعة هدي بالفول الليل هيه معناها تجيب المال مدة وتكون بلاد تاسيل واحد إقبال في جميع الأحوال بكمال وقت والتوكيل. إسعاف الإصلاح بالكل بأفعال وأقوال وأفكار جداد وتشيل بروس العام بأفعال وأقوال وأفكار وتشيل روس أزوازي. الجهال ما به يخيل خيال روبر ما ينجز دون العزيز. الأولاد تنافسون لا اشتدال قالوا على يعود يم التفوليل والله السمع به تنضرب الأمثال والله استفتي ويم التطفيل. الأولاد تنافسون لا اشتدال قالوا على يعود يم التفوليل والله السمع به تنضرب الأمثال والله استفتي ويم التطفيل. وتوحدوا في الألوان واشكال وتعاونوا في على التعديل وبزات التاكل الهم وحال خصر الهم لا التاكيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخصر الهم لا تاكي يا ظالم الزيادة. إذا ترجمة للعالم الكبير عبد الله والإمام. ترجمة للعالم الكبير عبد الله والإمام.
ترجمة مختصرة عن العلامة محمد عبد الله الإمام. مولده ونسبه: هو محمد عبد الله ترجمة مختصرة للعلامة محمد عبد الله الإمام. مولده ونسبه: هو محمد عبد الله بن سيدي محمد بن محمد رمين بن عبد الجليل بن المعزوز الجكني. ولد رحمه الله سنة 1347 قرب باحة الدندان في منطقة الوادي الأبيض من أعمال مقاطعة تشكش، وكانت علامة النبوغ بادية عليه منذ نعومة أظافره. وقد نشأ يتيما في بيت جده لأمه العلامة سيدي الحين، ذلك الداعية المجاهد والفقيه الزاهد. وقد أخذ القرآن على يد أمه مريم الحين وأختها وأخيها الأكبر محمد سالم الحين. طلبه للعلم: لما ناهز البلوغ طاقت نفسه إلى طلب العلم ففارق أهله وذهب إلى محضرة محمود اللهفي محمود اللهفي في تكان، ومنها إلى محضرة أهل الطالب ألي في منطقة أفلة، وهما محضرتان مشهورتان بالتخصص في القرآن الكريم والمقرأ. وهنالك حصل على الإجازة في قراءة نافع، ثم رحل بعد ذلك إلى الشيخ أحمد بن مود فدرس عليه مختصر خليل. ولما توفي رحمه الله سنة 1372 واصل دراسته على تلميذه الشيخ محمد يحيى والشيخ الحسين، ثم انتقل إلى مدرسة العلامة الأجل باه محمد رمين اللمتوني في منطقة باركيو. وقد ألف الشيخ ضالته في شيخه هذا، فهو من أعلم أهل عصره، وسرعان ما لاحظ الشيخ الله ذكاء تلميذه الجديد فنصحه بقراءة العلوم العقلية والاهتمام بها لما رأى به من أهلية لذلك، كما يقول الشيخ رحمه الله مكتوب له في درس الأصول والمنطق والبلاغة والنحو والصرف ومصطلح الحديث وغيرها. ثم درس علم الكلام والعقائد على العلامة المعقولي البارع الشيخ سيدي محمد بن جميل الجكري، وانتفع به فقرأ عليه ورسالة السعادة المختار مبونا، ونوم منهج الهداة محمد رمين بن خيار الجيلاني حبيب الله الذي استدرك فيه على صاحب الوسيلة ما فاته من مباحث الكلام. وقد كان الشيخ رحمه الله معجبا بهذا النوم، كما لقي عدة علماء واستفاد منهم من غير تتلمذ مباشر، منهم العلامة المفسر المتبحر محمد حسن بن الإمام بيدر، وأحمد بن سيدي أحمد بن بابا بن والعلامة الصالح الحاج بن فحفظ رحمه الله. جلوسه للتدريس: عاد إلى مسقط رأسه في شمال تجارة، وأنشأ محضرته التي ظلت محل إشعاع علمي اشتغل فيها بالتدريس والفتوى والقضاء، إلى أن انتقل إلى مدينة جنوب في ثمانينيات القرن الماضي وبقي بها إلى وفاته. كان الشيخ محمد عبد الله رحمه الله على جانب كبير من الورع والاستقامة، ومن ورعه أنه لم يقبل قط أن يعمل في الدولة رغم حاجته الماسة إلى ذلك، وهو من البكائين من خشية الله، وممن لا يخاف بالله لومة لائم. فربما كان عليه من حسن الخلق وطيب الشمائل إلا أنه كان له سطوة وصولة يعرفها من وجود جلساؤه إذا انتهكت محارم الله، فسرعان ما يغضب لله وتتغير ملامح وجهه فلا يتمالك حتى يغير المنكر، وله في هذا المجال حكايات عجيبة. كما عرف الشيخ بالذكاء وجودة الفهم، فكان مقصودا لتخريج النوازل وحل المعضلات، وزاده بذلك براعته في علم الأصول والعقليات وقوة شخصيته العلمية، فكان يناقش أكابر العلماء المتقدمين ويستنبط من نصوص الكتاب والسنة ما لم يسبق إليه. وقد وصفه بعض الشيوخ بأنه مجتهد ترجيح. وقال العلامة محمد حسن بن أحمد الخديم في تنويه بموقفه من مسألة زكاة التجارة والأمولات: لذاك قد صرح مفتي الزمن عبد الإله بن الإمام الجكني
وهو فقيه فاق بالأحكام وناظر في علة الأحكام. مؤلفاته: ألف الشيخ محمد عبد الله رحمه الله مؤلفات تناهز 40 كتابا مع كثير من التقايد والأنظام والفتاوي، منها نظم في غريب لغة القرآن، نظم في قراءات السبع، جمع له توشيحا على موضوع البري، ضد الدخيل، رسالة في علم الكلام، تدريب العقول على مواقة المعقول، الأجوبة المدنية في بعض المسائل والنوازل المستجدة. وقد تميزت مواقفه من الإشكالات العلمية التي شغلت الساحة في عصره بالاعتدال والقصد، رغم أنه من أهل الترجيح والتبصر، إلا أنه لم يكن يخرج عن المذهب إلا في مسائل معدودة، ويرى أن التبصر والاجتهاد مرتبة يجب أن لا يسعى إليها إلا من فيه الأهلية، ومثل هذا ينطبق على موقفه من التصوف، وقد كان يرى أنه جزء أساسي من تراث الإسلام، وأن أئمة التصوف الصادقين على هدى من ربهم، وأن ما عندهم من علوم وأذواق مقبول مرضي، لكنه كان يشدد النكير على أدعياء التصوف الذين غيروا مساره وحولوه إلى مخرقة وجهل وخرافة. وقد كتب رسائل في بعض المواضيع المتعلقة بالتصوف، وتميزت سجالاته الموضوع بكامل الأدب والموعظة الحسنة إلى درجة نادرة في أهل عصره، ومن بين المسائل الفقهية التي عالجها وكان موقفه منها موقفا حازما زكاة العروض والعملات العصرية. شعره: كان شاعرا بالطبع ولم يكن يستكثر من الشعر، وله مقطوعات جيدة، منها قوله في الاستسقاء: سقى الإله بجود منه مدراري، من الخليج إلى أكام أدراري، ضيفا مريئا يرينا القحط منهزما، لا يكتوي عنقا من بعد إدراري. ومنها تبرمه من العصاة: إلى الله أشكو من جواري عواري، وبين الناظرين جواري، يزاحمني بالروم في كل مسلك، وليس على أبدانهن مواري، فيا ليت لي منهن أطلال طيبة، وطيب مقام بينها وجواري، فيا ليت لي منهن أطلال طيبة، وطيب مقام بينها وجواري. وفاته: توفي رحمه الله يوم 27 رمضان 1413 الموافق 5/3/1993 رحمة الله عليه. رحمه الله واسكنه فسيح جناته. الآن مع تكملة الجزء الأول فيلم التعريفي للمدينة، النسخة الثانية من المهرجان. ما شئته بعد أن شهد له القاصي والداني بأنه مدينة علم، ها هو يتبوأ المكانة الأمثل للزراعة، وعلى وشك أن يتبوأ السياحة والتراث. مدينة جبل الحبيبة مدينة خصها الله بموقعها الجغرافي، ومن التراث سد الحاج الذي يبعد عن مركز المدينة 8 كيلومترات شمالا، يجتمع التاريخ والتراث والزراعة والسياحة في أحضان سد الحاج الذي شهد عام 86 800 والف، أي ما يربو على 140 سنة، ومساحته الزراعية تزيد على 500 هكتار، وقد كان وما زال قبلة للزوار المنتجعين والسياحيين من داخل المدينة ومن خارجها. فعن يمينه يقع المعلم السياحي لدراب، ومن أمامه تقع بطيحة الحاج. كما أول قطرة من أمطار الخريف يتسابق الزوار لوجود مكان في أحد المعلمين، حيث الظل الممدود والنسيم الذكي والربيع اليافع. وفي الجانب الغربي من مدينة جرو تتجاذب كالأودية والسهول والكثبان، كل يغريك للتمتع بمحاسنه، فالحياة جمال، ومن جمالها قطار، المشتق اسمها من كثرة القطر، وتعتبر معلما سياحيا يقصده الناس للراحة والاستجمام، نظرا لما حباها الله به من حسن منظر ولطالة جو، حيث الحجارة التي منها ما يشقق فيخرج منه الماء، وبها نقوش تدل على قدم وذائجة المكان. وسواء فضلت محاذاة الطرق الرئيسية وتوغلت بالصميم، هنالك حقيقة واضحة ستظل تحاصرك من كل الجهات، هي أن قطار معلم سياحي من معالم المدينة. ومن الجانب الشرقي للمدينة تقع تقالة ريجي على بعد 13 كيلومترا بسهل بين جبلين، عن يمينها واد وعن شمالها واد، ويفصل بين الوادين كثبان رملية شامخة كشموخ الجبال، وفي وسط الوادين واحات نخيل زاهرة، وفي وسط النخيل تنبع عين نابعة
نابعة من تحت تل كبير يسمى المبين، وهو المنتجع السياحي المعروف، وهو المنظر الأزهى والمعجزة الساحرة، كأنها صورة خيالية ضمت جبل رمل ملتف من تحته ينبع الماء على بطاح واسعة الأرجاء مترامية الأطراف، حف بها النخيل من جانب والحناء من جانب والأشجار من جانب آخر، تولى بها عديد الشعراء قديما، فمنهم من قال: بين الأجم ثلاث الجن فالوادي فالود فالمنحنى من نعب زيادي، منازل طالما طاب الثواء بها أيامها لم تزل أيام أعيادي، إذ في مراتعها مرعى لمنتجع يزهو في مائها وردا لورادي. وغير بعيد من تقالة ريجي يقع المنهل المعروف والمكان السياحي جنبل الذي يعتبر قبلة للمنتجعين القاصدين لمائه وهوائه من جميع ولايات العصابة، وحتى في بعض الأحيان من الولايات المحاذية، وهو تحفة فنية تتجاذبك مناظر الكثبان الرملية والجبال الشامخة والأشجار النادرة. أما من ناحية القيم التنموية فمدينة جرو تعتبر من أهم المدن من الناحية التنموية بشقيها الزراعي والرعوي. تزخر مدينة جرو بأراضي شاسعة خصبة وغنية بأنواع الأسمدة والمكملات الغذائية الأساسية التي تحتاجها التربة الزراعية. جرو عاد خطوة تنموي من خلال تصريح الوزارة على أنها تبنته كخطوة تنموي، ويرجع للتضحيات الكبيرة اللي عدلوا أبناء المدينة فيها، وعادت عندها الحمد لله مشاريع نموذجية. وهي المشاريع طبعا كانت بدايتها بجهود خاصة، لأن لها عدة مبادرات خاصة الحمد لله تنحسب ولله الحمد للعشرات، واستطعنا أننا نجيب خبراء من خارج البلد. طبعا عاد تم شراكة متميزة مع الدولة ممثلة بوزارة الزراعة مشكورة. شيخ أحمد النصر والتمكين الإنتاج متواصل، وتم لهم زراعة الخضراء الأعلاف الخضراء لأنها مادة مهمة، لأن احنا مرتبطين بالتنمية كمنطقة ومهمة عندنا. وعندنا جانب زراعة الأشجار مهمة لأنها نماذج جيدة الحمد لله. وعندنا طبعا مشروع المبروك رقم 1 اللي تكلمت لكم عنه اللي ساعد مساعدة كبيرة واستفاد منه عدد كبير مساكين المقابرة. عندنا مشروع المبروك رقم 2 طبعا التابع للوالد سي محمد الأحمد محجوب، وعندنا وراه كان جزاه الله خير قام تضحيات كبيرة من أجل أن الناس تقتنع بالزراعة بدور كبير ونجاح مشروع المبروك، لأن الحقيقة أطمح للمشروع أنه ينجح. والرئيس حاب لنا نجلس لإدارته للسيد طبعا نائب رئيس مشروع المبروك. عندنا الوالد الفاضل واصل اي واصل معنا الأمانة كله واصل فينها كله واصل من الدم الخطري اللي احنا كاملين ندمر تضحياته، لانه كان الحقيقه من الجوائز اللي صار المجال الزراعه وادى فيه دور مهم. ومشروع خير من اهم المشاريع المستوى المقاطعه والمستوى البلديه بصوره خاصه، مشاريع اللي هو الشيخ طيب واصل Hey, that's